يا مساء الانوار. النهارده معانا كيس ستادي لذيذه قوي. لو انت مسؤول مخزن فاكيد قابلت سيناريو زي ده قبل كده. منتج موجود بس يا الكميه قليله يا تاريخ الصلاحيه قرب ينتهي. يعني المنتج شكله موجود بس في الحقيقه ما ينفعش نعتمد عليه. فهنا انت معاك شرطين، هتاخد القرار بناء على تحقيق اي واحد فيهم. تعال اقول لك لو سيناريو زي ده نستخدم فيه داله اف مع داله اور ازاي. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. انا عندي مجموعه بيانات زي اللي واضحه قدامي في الاكسل ده. المطلوب ان انا احدد اذا كان المنتج محتاج ان انا اعمل عليه تشيك في الحالات التاليه. لو الكميه اقل من 10، لو كميه المنتج عندي اقل من 10، او لو التاريخ بتاع المنتج تاريخ الصلاحيه بتاعه قرب ينتهي. مثلا لو تاريخ الصلاحيه بتاعته فاضل عليها اسبوع من تاريخ النهارده. يعني اي شرط من الاثنين يتحقق اخلي الاكسل يقول لي اعمل تشيك على المنتج ده، غير كده ما يقوليش اي حاجه ويقول لي ان المنتج امن. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ احنا كاتبين المعادله هنا للتوضيح. اكتب معادله اف بتاعتي. هنا بقى في اللوجيكال تيست مش هكتب له شرط، لا هنا هستخدم معادله اور، لان انا احتاجه يبص على شرطين، الشرط ده اتحقق اور او الشرط ده اتحقق نفذ كذا. فهستخدم معادله اور. الشرط الاولاني بتاعي ان الكميه تبقى اقل من 10. الشرط الثاني بتاعي ان الاكسباير ديت يبقى اقل من او يساوي، وهكتب له معادله توداي اللي هو تاريخ اليوم اللي احنا فيه. هقفل القوس بتاع المعادله بتاعت توداي واقول له بلس 7 ايام واقفل القوس بتاع معادله اور. بعد كده نكمل معادله اف بتاعتنا. طيب لو اي شرط من الشرطين دول اتحقق عايزني اعمل لك ايه؟ هقول له ارجع لي بكلمه تشيك. طيب لو الشرط ما اتحققش هقول له سيب الخليه فاضيه، هديله علامتين تنصيص دي معناها ان هو يديني الخليه فاضيه، واقفل معادله اف. مجرد ما هدوس له انتر قال لي تشيك. طب قال لي تشيك ليه؟ لان هنا الكميه اقل من 10، فبالتالي اول شرط اتحقق، والتاريخ ده تاريخ النهارده، فبالتالي هو اكسباير اصلا. طب على الخليه اللي بعدها قال لي برده تشيك، مع ان هنا الكميه 10، بس لو بصينا على التاريخ ده بكره. نطبق الكلام دوت على كله. نيجي هنا مثلا هلاقي يوم 20 اهو، في فتره في مسافه على ما يجي الاكسباير ديت ده، بس الكميه قليله. طيب في هنا حاجات هتلاقيها عندك كميه عاليه بس التاريخ قريب. فهنا طالما في شرط من الاثنين اتحقق بيرجع لك بالنتيجه اللي انت طالبها منه. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. وبمجرد ما بطبق المعادله وبسحبها كل منتج بياخد قراره في لحظه من غير ما راجع بايدي من غير صداع. فمعادله اف وأور هي المعادلة المثالية لو بتراقب أي منتج فيه أكتر من عامل خطورة تحب تطلع بتقرير ذكي. ودي كانت معادلة اف وأور. ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.